العالم مليان ظواهر غامضة وملهاش أي تفسير، وممكن نفضل طول حياتنا ندور على أسبابها، ولكن برضه مش هنقدر نوصل للسبب الحقيقي. تم رصد حلقة سوداء في سماء دولة كازاخستان، وبدأت الحلقة دي في إنها تصغر لحد ما اختفت تماما. وفي نظريات كتير اتكلمت بخصوص الحلقة دي، وبعض الناس قالوا إنها ممكن تكون مركبة فضائية، لكن حقيقي سبب وجود الحلقة دي للأسف محدش قدر يتوصله. وفي أكتوبر في 2016 حصلت ظاهرة غريبة جدا في مدينة القدس. فجأة حصلت في السماء حاجة أغرب وأول مرة نشوفها في حياتنا. فجأة الناس سمعت صوت موج عالي جدا، وبعد الصوت ده شافوا في السماء سحابة عملاقة على شكل حلقات. وفي ناس كتير قالوا إن الصوت ده اليهود هم السبب فيه احتفالا برأس السنة، وده كان مجرد تفسير بسيط. لكن حقيقة وجود صوت الأمواج والحلقات اللي في السماء دي لحد دلوقتي ملهاش أي سبب. طب ممكن حد فينا يسمع أصوات من السماء؟ في الحقيقة إن في 2016 ناس كتير سمعت صوت أبواق عالية في السماء، والكلام ده حصل في كندا وأوروبا وكأنها نهاية العالم. وفي علماء قالوا إن التفسير العلمي للظاهرة دي إنها تكون انبعاثات طبيعية بسبب وجود اضطرابات جوية في الفضاء. ومرة تانية في مدينة البرازيل حصلت حاجة في منتهى الغرابة، السما فجأة اتحولت للون الأحمر ده، بالإضافة للأصوات الغريبة اللي كانت عالية جدا. وفي ناس كتير قالوا إنها مجرد تحول في الطقس. كلها حاجات غريبة حصلت في السماء وملهاش أي تفسير. ولو في فكرة معينة حابين نتكلم فيها اكتبولي في الكومنتات.